وادي الملوك هو أحد أشهر المواقع الأثرية في مصر، ويقع على الضفة الغربية لنهر النيل في مدينة الأقصر، وهو المكان الذي دفن فيه العديد من الفراعنة العظام من الأسرة 18 إلى الأسرة 20، بما في ذلك أشهر الفراعنة مثل توت عنخ آمون ورمسيس الثاني وستي الأول. يعتبر وادي الملوك واحدا من أهم المواقع الأثرية في العالم القديم، وله تاريخ طويل ومعقد يرتبط بتاريخ مصر الفرعونية، وفن العمارة، والمعتقدات الدينية للمصريين القدماء. 1. تاريخ وادي الملوك. بدأت عمليات دفن الفراعنة في وادي الملوك خلال عصر الأسرة 18 حوالي 1550-1295 قاف ميم، واستمرت حتى نهاية الأسرة 20 حوالي 1070 قاف ميم. كان هذا الوادي يستخدم بشكل رئيسي كمكان دفن للفراعنة، حيث يعتقد أن الملك يجب أن يدفن في مكان بعيد عن متناول أيدي اللصوص، لذا كانت الملوك تختار هذه المنطقة الجبلية المظلمة. 2. أهمية وادي الملوك. وادي الملوك يعتبر مكانا مقدسا بسبب ارتباطه بمعتقدات المصريين القدماء حول الحياة بعد الموت. كان يعتقد أن الفراعنة يحتاجون إلى أن يدفنوا في أماكن محمية بعيدا عن أعين اللصوص والحوادث، ليتمكنوا من الانتقال إلى الحياة الآخرة بسلام. لذلك تم بناء المقابر في أعماق الجبال في المنطقة التي تعد جزءا من مدينة طيبة القديمة. 3. المقابر الشهيرة. من بين المقابر الأكثر شهرة في وادي الملوك مقبرة توت عنخ آمون، اكتشفها هوارد كارتر في عام 1922، وكانت من أكثر الاكتشافات الأثرية شهرة في القرن العشرين. المقبرة كانت تحتوي على كنز ضخم من الأثاث والمجوهرات والمقتنيات التي تبين غنى الحضارة المصرية في تلك الفترة. كان توت عنخ آمون قد توفي في سن مبكرة، ولا يعتقد أنه كان له وقت طويل لتجهيز مقبرته بشكل كامل. مقبرة رمسيس الثاني. يعتبر رمسيس الثاني أحد أعظم الفراعنة في تاريخ مصر القديمة، وقد شيد له مقبرة ضخمة في وادي الملوك. كانت المقبرة تحتوي على العديد من النقوش التي تروي تفاصيل من حياته الحربية والدينية. مقبرة سيتي الأول تعتبر واحدة من المقابر الأكثر تفصيلا وجمالا في وادي الملوك، وهي تحتوي على نقوش مذهلة من مشاهد الجنزات والأدعية الدينية. مقبرة أمنحتب الثاني هي الأخرى واحدة من المقابر الرائعة في هذا الوادي، مع العديد من المناظر التي تظهر الملك في مناسبات دينية وشخصية. 4. العمارة والديكورات. المقابر في وادي الملوك ليست مجرد قبور بسيطة، بل هي أعمال فنية معمقة. تم بناء المقابر تحت الأرض، وغالبا ما تكون طويلة ومعقدة بحيث تحتوي على عدة غرف وصالات. جدران المقابر كانت مزينة بنقوش ورسومات تصور حياة الملك وحروبه ورحلة الانتقال إلى الحياة الآخرة. الديكورات والنقوش. جدران المقابر كانت مليئة بالنقوش الهيروغليفية التي تحكي قصصا عن حياة الملك، كما تحتوي على مشاهد من سفره عبر العالم السفلي وفقا للمعتقدات المصرية. أحيانا كانت توجد رسومات تصف لحظات حاسمة في حياة الملك مثل معاركه أو انتصاراته. الأساليب الفنية. كانت الأساليب الفنية تتبع الأسلوب التقليدي للمصريين القدماء، مع ألوان زاهية ومشاهد دينية تؤكد على رحلة الملك إلى الحياة الأبدية. 5. الطقوس الدينية. كان الاعتقاد السائد أن الفراعنة بعد وفاتهم ينتقلون إلى العالم الآخر، ويحتاجون إلى حماية لضمان رحلتهم الآمنة إلى الحياة الأبدية. كان يتم إجراء طقوس دينية معقدة داخل المقابر، مثل مراسم التحنيط وتقديم القرابين والطقوس الدينية الخاصة. 6. السرقة والتخريب. لسوء الحظ
فإن العديد من المقابر في وادي الملوك تعرضت للسرقة والتخريب في العصور اللاحقة. كانت المقابر مليئة بالكنوز والمقتنيات الثمينة التي كانت تعتبر مهمة لانتقال الملك إلى العالم الآخر. في العديد من الحالات تعرضت المقابر للتخريب من قبل لصوص المقابر الذين كانوا يبحثون عن الذهب والمجوهرات. هذا أدى إلى أن بعض المقابر كانت مفتوحة ومهجورة لفترات طويلة قبل أن يتم اكتشافها مجددا. 7. الاكتشافات الأثرية. تم اكتشاف وادي الملوك بشكل تدريجي على مر السنين. من بين أهم الاكتشافات كان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في عام 1922، والتي أصبحت واحدة من أعظم الاكتشافات الأثرية في العالم. بفضل هذه الاكتشافات، أصبحت المنطقة مصدراً غنياً للفهم الحديث للحضارة المصرية القديمة. 8. حماية وادي الملوك في العصر الحديث. اليوم، يعتبر وادي الملوك من مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. تسعى الحكومة المصرية والهيئات المعنية إلى الحفاظ على هذا الموقع وحمايته من التآكل والسرقة. كما يتم تطبيق تقنيات حديثة في التنقيب والترميم للحفاظ على الآثار بشكل مستدام. الخلاصة: وادي الملوك هو أحد أعظم المعالم الأثرية في مصر القديمة، وهو يمثل شاهداً على عظمة الفراعنة والمعتقدات المصرية حول الحياة الآخرة. تاريخ الوادي مليء بالأسرار والكنوز التي تجعل من زيارته رحلة عبر الزمن لفهم أعمق عن حضارة مصر القديمة وثقافتها. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.